اهلا بيكم مع فيديو جديد. اللي متابع هيعرف ان السيت اب ده غالبا يا اما بنصوره وقت ما يكون في مؤتمر وعايزين نتكلم عنه بسرعه كده، او بيكون مثلا حاجات الفيديوهات السريعه كده اللي احنا عايزين ننجزها على السريع. فالنهارده انا عامل السيت اب ده او في السيت اب ده مخصوص عشان عايز يكون معايا سكند كاميرا، وبرضه فكره النهارده ما عملتهاش قبل كده، فان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم نعمل منها اجزاء تانيه. تعالوا نبدا فيها. فكره السلسله دي ان انا هعرض لك شويه حبشتكنات كده هتكون شكلها حلو قوي في السيت اب، وهتضيف لك حاجه حلوه جدا في السيت اب. ممكن نسميها مثلا حبشتكنات تقنيه السلسله دي. لو عجبك الاسم اكتبوا لي في الكومنتس، او لو عندك اسم تاني برضه اكتبوا لي في الكومنتس، بحيث ان احنا نسمي السلسله دي ونخليها اسبوعيه لو عجبتكم. فتعالوا نبدا باول منتج. اول منتج وهو مختلف شويه، وبصراحه بشكر بينوكيو جيفت ستور لان هم بعتوا لي المنتج ده وخلوني انا اجربه. بصراحه منتج حلو جدا، تعالوا نشوفه مع بعض. المنتج زي ما انت شايف هو بيكون عباره عن بتوع اكليريك كده، زي ما انت شايف في معايا 3 منهم، 3 من بتوع الاكليريك دول. واحده عليها يوتيوب، والتانيه عليها ريكا مورتي، والتالتة عليها جاست وان مور جيم. وبيكون معاك القاعده بتاعتها، دول قاعدتين وفي فرق ما بينهم، هقول لك دلوقتي ايه الفرق. بص، اولا كده انت بتحط القاعده، وممكن انت تشغل القاعده دي بمايكرو اس بي عادي جدا، او تشغلها ببطاريات خلال البطاريات هنا. وفي نفس الوقت عندك برضو بيجي معاها ريموت تقدر انت تتحكم بيه من خلال الناحيه دي، انت توجهه على الناحيه دي وهيستجوب معاك على طول. ومعاك برضو الحته التاتش دي تقدر انت تتحكم منها. تعال نشوف دلوقتي. فشبكناها في الباور بانك، ودلوقتي خلينا نجرب جاست وان مور جيم. زي ما انت شايف شكلها بقى عامل ازاي. ممكن بقى ان احنا نغير من خلال الريموت. بص، اللون اللي انت عايزه براحتك خالص. عندك حتى مودز في الريموت، عندك ممكن تقلب بين مودز كتير قوي، مود يكون سموث كده، مود يعمل لك شغل افراح، حاجات كتير قوي يعني. شويه ممكن تغير بين الالوان، ممكن تقفلها اصلا خالص، ممكن تفتحها برضو منه. ونقلل الاضاءه، نعلي الاضاءه. طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه سريعه من غير ريموت، طيب سهل تاتش، اعمل اللي انت عايزه بقى وعيش. وده كده اول قاعده. ممكن ان انت تركبهم كلهم على نفس القاعده عادي جدا، لان انت لو واخد بالك هم نفس المكان اللي هو بيخش فيه القاعده. يعني بص، كلهم بيخش من نفس المكان، بيدخلوا من نفس المكان نفس الحته. فانت ممكن تركب اي واحده على اي قاعده عادي جدا منتهى السهوله، على اي قاعده كده. خلاص ركب كلهم على نفس القاعده دي. وكده انت شفت القاعده دي صراحه بتنور ار جي بي حلو جدا. خلينا مثلا ننور دي كده هنا، نسيبها كده على جنب. عندك بقى تاني قاعده، ودي هي اللي مختلفه شويه وبتكون ارخص في نفس الوقت. دي بتكون بنظام الاباجوره شويه، يعني انت بيكون معاك الفيشه بتحطها في الكهرباء، وبيكون معاك الزرار ده بتقدر انت تتحكم تقفلها وتفتحها بيها. تعال اوريك. اديني كده وصلتها في الفيشه زي ما انت شايف بدات تشتغل. خليني مثلا احط بتاعه يوتيوب دي. اوكي، اديك شايف من خلال بقى الزرار ده تقدر انت تقفلها تفتحها هتديك الازرق، تقفلها وتفتحها هتديك لون بيربل كده او بينك، تقفلها تفتحها تديك لون احمر. هما ال3 الوان دول بس اللي موجودين في القاعده دي. فهي بصراحه حلوه على قد سعرك. عندك القاعده اللي هي بالمايكرو اس بي والتاتش وكل الكلام ده بتكون ب 400 بس. لو انت قلت لبينوكيو ستور ان انت من طرفي هسيب لك اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن، عشان انت لو انت حابب انت تشتري الحاجه دي فتقدر انت تشتريها منهم. لو انت قلت لهم بقى انت من طرفي هتاخد اللي هي فيها مايكرو اس بي وتاتش بكده، بدل 400 جنيه هتاخدها ب 350 جنيه بالشحن بكل حاجه. ولو انت قلت لهم ان انت عايز اللي هي القاعده اللي بالسلك دي فهتاخدها بدل من 300 جنيه هتاخدها ب 250 جنيه. فبصراحه شايف ان هي ورثت قوي. وبصراحه عشان اكون منصف معاك كده، شايف ان انت تجيب اللي بالسلك دي هتفي بالغرض جدا معاك، وهتكون زي الفل، وهتدي منظر حلو. ومعاك كمان 3 الوان، يعني مش لازم فاهم انت التاتش والحركات بس. برضو عشان اكون صريح بصراحه دي بتدي كده منظر تاني. فكده كنت قلت لك كل حاجه على دول. تعالى بقى نخش على المنتج اللي بعدهم. تقدر انت تشتريهم من بينوكيو ستور زي ما قلت لك، لينك تحت في الديسكربشن. ما تنساش انت تقول لهم انت من طرفي. تاني منتج بقى وهو الستاند ده. زي ما انت شايف البتاع دي لقيت شكلها حلو بصراحه في الكادر، فقلت اسيبها كده. تاني منتج وهو بقى الستاند ده. هو طب ازاي ده ستاند موبايل؟ بص هقول لك. هو ده عباره عن حرفيا سلاح نينجا كده، ممكن تشيله معاك في اي حته. مجرد ما انت تفكه كده على بعض اهو من بعض كده، تحول لك بقى ستاند عشان موبايل تابلت ايا كان بقى. فممكن انت تقوم عامله كده بالشكل ده وتسند عليه التابلت بتاعك، بقى بتتفرج تشتغل عليه تعمل اللي انت عايزه
زي ما انت شايف. بص براحتك بقى، الزاويه اللي انت عايزها تعمله بالطريقه اللي انت عايزها، وبصراحه ناشف يعني جامد، تحط اي حاجه وانت حرفيا مستريح، لان بص حرفيا جامد. فده شيء كويس. وكمان عوض في الترابيزه. ممكن برضه عشان يعني تبقى زياده امان، ممكن تحط عليه مثلا دبل فيس لو انت هتثبته في حته زي ما انا عامل كده، كنت عامل، وتثبته بقى في المكان ده وما تحركوش. وبصراحه ده هيكون اكسسوار حلو جدا لو انت فاكر الشاشه احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي الشاشه ال7 بوصه. كنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو، كنت عامل لها مراجعه كامله، تقدر ان انت تروح تشوفها، هتلاقيها برضه اللينك في الديسكربشن. فبصراحه هيكون حلو جدا لو انت حبيت مثلا انت تحط الشاشه كده زي ما انا عامل عندي في السيت اب، بحيث انت تحطها قدامك كده تتحكم في التاتش بتاع. فبصراحه هيكون اضافه كويسه جدا ليك. تالت منتج بقى وهو المنتج ده، ايه ده؟ ريموت عادي، ريموت مفيش حاجه، لكن اللي متعرفوش ان الريموت ده هو ريموت مش طبيعي جدا، لان هو ريموت للبي سي. انت بتحط هنا حاجتين صغيرين دول، وبتقوم قافل عليه كده الغطا، بيكون معاه قطعه يو اس بي صغيره تحطها عندك في البي سي او تحطها في التلفزيون، لان الريموت ده ريموت زي ما تقول كده سمارت، تقدر انت تتحكم بيه كده عن بعد في الماوس بقى، او سواء انت في التلفزيون او كده. وكمان في نفس الوقت تقدر تتحكم بيه كانه ريموت عادي جدا. وبرضه عندك هنا كيبورد تقدر انت تستخدمه، تقدر انت تقفل منه مثلا التلفزيون تفتحه، او ان انت مثلا تعمل شويه حاجات منه في شويه الزراير دي بيعمل حاجات تاني في البي سي، تقدر انت تعلي توطي مش عارف ايه كده. بصراحه بستخدم البتاع ده كتير لما مثلا ابقى قاعد على السرير او قاعد على كرسي كده بعيد وبتاع، وقاعد منتخ وبتفرج على حاجه، وعايز ان انا اوطي اعدي مثلا اعلان جاي ولا حاجه على فيديو، فبتاع ده بيكون مفيد جدا. وهحسب لك برضو اللينك بتاعه في الديسكربشن لو لقيته، وهحسب لك برضو اللينك اللي هو الستاند ده برضو في الديسكربشن لو لقيته. طبعا منتج بقى وهو ده قطع كتير كده، انا مش عارف بصراحه انا جبته منين ولا كان بكام ولا كده، لان هو لقيته في حاجات قديمه عندي، فبصراحه مش فاكر اي حاجه عنه. بس عموما البتاع ده لما دورت عليه كده ودورت على اسمه، لقيت ان هو زي ما تقول بيولع الفحم، لو انت عندك فحم او كده فبيولعه بسرعه كده، لكن انا لقيت له استخدام تاني خالص، وبصراحه استخدام مفيد. بص عندك اول حاجه ان البتاع ده تقدر انت تركب المروحه دي كده اهو هنا، تمام، وبعد كده تركب البتاع ده، وبعدين تركب دي، ايوه تركبها كده، وبعدين تركب دي كده، ويتحول معاك لمكنسه تقدر انت تشفط بيها اي حاجه. وفعلا بيبقى فعال لو انت مثلا قدامك شويه تراب كده على المكتب عايز تشيلهم، او بين الكيبورد كده في تراب، خد بالك تراب مش حاجه لازقه او كده، فهيشيلها معاك في الانجاز. فبصراحه كانت حاجه مفيده. استخدام تاني ليه ان انت لما تفك بقى القطعه دي، كمان تفك المروحه دي. استخدامها التاني بقى ان انت تركب دي كده، وبعدين تركب المروحه دي، هي في ريشه منها اتكسرت بس يعني تمام شغاله مش قصه، وبعدين تقفل عليها بالبتاعه دي، فيتحول معاك لبلور صغير كده، ينفخ لك شويه هواء كده فوق اي حاجه. ما توقعش ان انت تنظف الجهاز بيه، بس هيكون حيفي بالغرض لو انت بتستخدمه لحاجه بسيطه، عايز تنفخ في التراب من على شويه حاجات بسيطه. برضه استخدام تاني وانت عامله مكنسه كده، ممكن انت تركب بقى فيه الفرشه دي كده اهو، وتحوله ان هو فرشه وفي نفس الوقت يشفط اي حاجه، فيكنس ويشفط في نفس الوقت. وبصراحه البتاع ده بيكون فعال برضه في اوقات معينه، زي انت برضه عايز تنضف حاجه كده بين الكيبورد، عايز انت تنضف حاجه قدامك على المكتب، تنضف كده السيت اب بتاعك تديله على المكتب كده مثلا، فاهم انت، تنظيفه سريعه كده، ففعلا بيفي بالغرض. وفي الاخر ممكن انت تفك الكيس ده وتفضيه في الزباله وترجع ان انت تركبه تاني. فبصراحه في الجون. هحاول ان انا الاقي لك لينكه واحطه في الديسكربشن، بس بصراحه ما اضمنش. المنتج الرابع او المنتج الخامس مش فاكر بصراحه، بس هو المنتج الاخير يعني. المهم هو حاجه كده، بص خليني اوريها لك، ينزل بس حاجه، شايف انت حاجه لزجه، هو سلايم، بس هو مش سلايم بيتلعب بيه، هو سلايم عشان تنضف بيه. الكيبورد ده يعني بص يعتبر مطرب نوعا ما، فانا هوريك بس فكره السلايم. فكره انت بتحطه كده، الكيبورد ده هو الكيبورد السترايك مي جي كي 85، وانا قبل كده عامل له ريفيو، واسيب لك اللينك بتاع الريفيو بتاعته تحت في الديسكربشن لو انت عايز تعرف عنه اكتر. عموما هو ده السلايم، بيخش بقى كده بين الكي كابس وبتاع، بحيث ان هو يشيل التراب اللي موجود كده بين الكي كابس وكده، ويعني تنظيفه سريعه زي ما بيقولوا، مش هي دي التنظيفه اللي احنا بنفك فيها الكي كابس ونرجع ان احنا نرجعها تاني ونغسلها بميه صابون، والقصه دي كلها كنت عامل قبل كده عليها برضه فيديو، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن لو انت حابب انت تعرف ازاي تنظف كل اكسسواراتك بسهوله كده. بس عموما
هي دي ايه طريقه سريعه كده عشان تنظف بيها الكيبورد بتاعك او كده. فهو كده تقريبا خلاص دخل بين الكي كابس وبتاع، يعني تقريبا تسيبه نص ثانيه، نص ثانيه ايه 30 ثانيه او تسيبه مثلا دقيقه يكون كده زي الفل. برضه ما تسيبوش كتير قوي عشان ما يدخلش جامد، ما تعرفش انت تطلعه بسهوله. وشلته اهو كده بكل سهوله وبقى كويس وزي الفل. تنظيفه سريعه كده، نرجعه تاني الكيس بتاعه. دي كده هي كل حاجه عن الحبشتكنات التقنيه اللي انا شاركتها معاك النهارده. بصراحه شويه حاجات مفيده كده، ويعني الحاجات دي مش غاليه بصراحه، مش عارف بس السعر بتاع النيون دي، بس هتلاقي كل اسعار كل حاجه ولينكاتها كلها في الديسكربشن، وبرده مراجعه لشويه حاجات من اللي احنا عرضناها دي. فبس كده، اتمنى انت الفيديو ده يكون عجبتك والسلسله دي كمان تكون عجبتك. اكتب لي عايز مثلا نسميها ايه في الكومنتس، وبرده اكتب لي اذا كان هي عجبتك ولا لا في الكومنتس. وبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن الحبشتكنات التقنيه. اشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام.